معانا لكفتة الرز هناخد نص كيلو لحمة مفرومة، كوبايتين رز مغسولين ومتصفيين كويس وسبتهم لما نشفوا من المية وطحنتهم في مطحنة بتاعة الخلاط، ضروري يبقوا مطحونين. بصلاية متوسطة، كزبرة وبقدونس غسلتهم ونضفتهم وشلت منهم الاعواد، كمون وكزبرة ضروري جدا لكفتة الرز، الملح والفلفل وراس توم متوسطة. لو ما عندكيش هتبقى معلقة كبيرة من توم تكوني شايلاه في الفريزر زي بتاعي كده. مقاديرنا سهلة وبسيطة. طبعا معانا القهوة عشان نصحصح كده ونقدر نطلع كفتة مظبوطة. بجيب الكبة بتاعتي وباخد الخطوات بتاعتي واحدة واحدة. تابعي الخطوات لان ترتيب الخطوات اللي انا بعملها ده مهم جدا. بحط البصل اول حاجة، ضروري ننزل في الكبة بالبصل اول حاجة. بفرم البصل ده كويس جدا، ناعم قوي، ما بخليش فيه حبيبات كبيرة، وده ضروري علشان ما يبقاش ظاهر في الكفتة. ضربته ضربتين وبعدين نزلت معاه بالثوم علشان يتجانسوا مع بعض ويتفرموا اكتر مع بعض وياخدوا النكهة واحدة. ونزلت بعد كده بالكمون والكزبرة والملح والفلفل. ضروري تمشي على الخطوات بالترتيب اللي انا بعمله دوت بالظبط. نضرب كده البصل مع الثوم والتوابل كويس جدا، ما تستعجليش، لا احنا عايزينهم ناعمين زي ما انت شفتيهم كده. باخد بقى الخضره بتاعتي اللي غسلاها ومنضفاها كويس واحطها شويه شويه علشان اسهل على الكبه بتاعتي، لان اوقات الكبه ما تبقاش بالقوه المطلوبه ان هي تضرب كميه مناسبه زي كده. فبحط شويه شويه وبضربهم لما احس ان كل الخضره بتاعتي اتضربت واختلطت مع البصل والثوم. بنزل بباقي الخضره. ضروري ضروري تعملي الخطوات زي ما انا بعمل كده بالظبط، لان هتفرق معاكي في الكفته بتاعتك بعد كده. الكفته بتاعتك هتبقى متغلفه ومتشمعه بالخليط دوت. هيغلف معايا الكفتايه وهيخلي الكفته متماسكه مهما ان كانت اللحمه بتاعتك فيها دهون او فيها مش حمرا زياده. هتخلي معاكي كفته ماسكه نفسها كويس جدا. الخلطه دي او العجينه اللي انا بعملها ديت بتفرق بعد كده. زي ما قلت لكم بننزل واحده واحده لان الخضره حقيقي بتغلبنا مع الكبه. بننضف منها اي اعواد تكون ناشفه بتمتص الميه، بنشيلها وبناخد الاوراق بس زي ما انا كنت منضفه الخضره بتاعتي كده، وبضربها كويس جدا مع البصل والثوم والتوابل. كل الكلام ده يتجانس كده مع بعضه وياخد العجينه المطلوبه. بصوا اهو كده زي الفل. ضربتهم كده، ممكن تضربيهم شويه كمان عشان ينعموا اكتر. كل ما تنعمي العجينه دي كل ما تلاقيها بعد كده الكفته بتاعتك ناعمه وطريه جدا، ما فيهاش اي حاجه تحسي بيها قطع بصل اعواد خضره، كل الكلام ده ما فيش. باجي بعد كده بنزل بقى بكميه الرز بتاعتي في حاجه عميقه، وبحط كميه الرز وبنزل عليها بالعجينه اللي عملناها من البصل والخضره والكلام ده. لو في اي اعواد ما اتضربتش زي كده بشيلها، لان طبعا الكبه بتاعتي مش بالقوه الكافيه ان هي تضرب كميه الخضره ديت ولا الاعواد دي. فانا بشيل الاعواد الناشفه ديت، ما بخليهاش تفضل في الكفته تخلي شكلها مش لطيف. وابدا بقى اعجن اللحمه والعجينه اللي عملتها من البصل والخضره والرز، واخلط كده كل الكلام ده في بعضه كويس جدا. ضروري ضروري تبقى توابلك مظبوطه للكميه دي. يعني احنا بناخد لنص كيلو لحمه معلقه كمون كبيره، معلقه كزبره كبيره، نص معلقه فلفل ومعلقه ملح كبيره. حباها سبايسي او حراقه يبقى تحطي شطه، لو حابه مش عايزاها حراقه او عندك اطفال فبلاش من موضوع الشطه ده. بعد ما عجنتهم كويس مع بعضه وتجانسوا كده مع بعضيهم، باخدهم بقى على الكبه مره تانية. ضروري المره التانية دي ليه بقى؟ ما هي شكلها كده كفته وكويسه ومظبوطه وكل حاجه، ليه بقى هو كل شويه هنضرب في الكبه وكهرباء والكبه تتعب وكل الكلام ده؟ انت كده يا موني عاوزه تغلبينا وخلاص. لا يا حبيبتي معلش، تعالي معانا شويه وبصي شكل العجينه طلعت عامله ازاي. بصي لما تلفيها على ايدك، ولا تحتاجي بقى تدهني ايدك زيت ولا كل الحاجات ديت علشان العجينه اصلي بتلزق. بصي العجينه اتشمعت واختلطت مع بعضها، انسجه اللحمه نفسها اتفتحت واتغلفت كده مع الرز والخضره. الخضره والرز والبصل نفسهم خدوا ضرب اكتر، نعموا اكتر. العجينه بتاعتي بقت لطيفه جدا وحلوه جدا. بصي بقت حاجه تانية خالص غير الشكل اللي في الطبق الاولاني ده. بضرب كل الكميه اهو قدامكم علشان تشوفوا ان انا ضربتها كلها. تاني ما قلتلكيش تعبي نفسك وانا ريحت نفسي. طبعا بلاقي لسه خضره. الكبه دي صعبه جدا يا جماعه، بعمل لكم ريفيو عنها بجد. مش حلوه جدا. كان عندي نفس النوع بس كانت احلى من كده، بس اتحرقت بقى خلاص. يلا مش مشكله فدايه. نسيبنا من الكبه، انا لسه مقاومه معاها برضو وبضرب. وعلى فكره طلعت والله الكفته برضو كويسه رغم ان هي مش بالقوه الكافيه او ضعيفه شويه، بس طلعت معايا كفته كويسه جدا. والعجينه هي قدامكم مضروبه حلوه قوي قوي قوي. لازم نقاوم كده يا جماعه.
ضربت كل الكمية بنفس الطريقة دي. تقدري بقى خلاص كده خلصنا كله، اخر جزء في العجين بتاعنا هنضربه. وطبعا بعد ما بتخلصي كل الكلام دوت بتاخدي الكبة بتاعتك ومية سخنة والسبونج كده والمسحوق، وبقت زي الفل ونطفت، ما بقاش فيها اي حاجة. مش ما نقلقش طبعا نقول هي بتتلزق وبتبقى مش لطيفة خالص، بس زي ما بقولك كده تنظيفها سهل قوي، مية سخنة بتسهل معايا الدنيا. هرجع بقى للكفته بتاعتي. صدقوني تصبيعها سهل جدا، مفيش بقى ان انت تعملي زيت والكلام ده. اهي بصوا اختلفت خالص شكلا ومضمونا، بقى شكلها تحفه. بصوا ما بتلزقش في الايد ولا اي حاجه، لطيفه جدا. الرز الحبيبات ده اللي بيبقى ناشف وبنحسه بنلمسه بايدينا مش موجود. ومع ذلك برضك جبت الزيت اللي بتحبوه، قلت ايه تحسبا لاي حد يقول لي لا ادهني زيت والكلام ده. جبت الزيت وهبدا دلوقتي اعمل صوابع الكفته بتاعتي. صوابع سهله جدا، مش محتاجه بقى اختراعات ولا افتكاسات. بتاخدي القطعه كده على ايدك تلفيها مرتين كده سريع، ونبدا بعد كده نعمل صوابع الكفته. الكفته دي ادمان دي تحفه، وهي متحمره كده تلاقي الاولاد ربنا يخليهم يدخلوا بقى كده ايه يخلصوها وهي متحمره. بجد هي حلوه جدا والله، اولاد وكبار وكله. ريحتها كمان وهي بتتقلي بتبقى تحفه، والثوم والكمون والكزبره ريحه الكفته وهي بقى بتتقلي تحفه بجد، بيدوا ريحه في البيت جميله جدا. نقدر بقى نعمل شويه كور علشان الاطفال الصغيره بتحب الكور، نعمل كده كور، نعمل صوابع، نعمل باي شكل تحبوه المفضل ليكم اعملوه. طبعا انا زي ما انتم شايفين كده جبت الزيت وما دهنتش منه غير مره واحده، لان فعلا عجينتي مش محتاجه، بس انا حبيت اراضي جميع الاطراف واثبت لكم ان هي مش محتاجه اي حاجه. بحط الزيت بتاعي على النار يكون عميق شويه عشان يقدر يلف لي الكفتايه كلها، ما افضلش اقلب فيها كل شويه عشان دي هتبقى عجينه طريه وهتطرى اكتر في الزيت فتتقطع. بحط حته كده من عجينه الكفته بتاعتي اختبر بيها الزيت، لو سخن هلاقيها عملت البلالين الصغيره دي كده حواليها والفقاعات الصغيره دي. وابدا بعد كده انزل كل كميه الكفته بتاعتي. احافظ على المسافه بين الكفته والتانيه علشان اقدر كده اهز الطاسه او الفها بالمعلقه تتهز معايا على طول. انا مش عايزه احرك فيها علشان ما تتقطعش. ابتديت احرك لما لقيت الكفته بتاعتي اخدت لون من الاتجاه المقابل للزيت اللي هو نازل في النار اكتر. غيرت الاتجاه دوت وقلبت الكفته، بسيبها برضو لما تتحمر كويس، وبعد كده بقدر اشيلها كلها مره واحده، بتاخد لون في وقت واحد كلها اتظبطت. شلت بقى الحبه دول، انزل بالكور برضو بتاخد نفس الوقت، تخليها اما تاخد لون من الاتجاه ده تلفيها تتحمر من الناحيه التانيه بتشيليها كلها، وهكذا. باجي بقى للصلصه بتاعتنا. الصلصه ديت مش بحب اعملها لا بتوم ولا بصل، بتبقى نكهته بتغطي على نكهه الكفته، انا بحب طعم الكفته اكتر. بحط معلقه سمنه، ويا سلام لو معلقه سمنه بلدي او زبده، وتحطي عليها الطماطم لما تتسبك. بنزل عليها بالكفته بتاعتنا واسيبهم يغلوا مع بعض غلوتين. وطبعا علشان الاطفال بتحب البطاطس فاحنا مضطرين نحط مكعبات بطاطس، بس يا ريت ما تكتريش علشان يستفادوا من البروتين اللي في اللحمه بتاع الكفته اكتر. يا ريت تكون كميه بسيطه ما تغطيش على الكفته اكتر. انا بحب بصراحه الكفته بالصلصه اكتر من البطاطس، بس مضطره علشان بناتي بيحبوها. عملت كده شويه مكعبات بطاطس بسيطه حطيتها مع الكفته في الصلصه. هسيبهم شويه على النار. المقدار الصلصه بتاعي لازم يغطي البطاطس والكفته. لو المقدار اقل يا ريت بنزود كوبايه او كوبايتين ميه على حسب، ما اكتر من كده ما تخليهاش تعوم، يعني تخلي فيه توازن، تكون يا دوبك مغطياها. انا زودت كوبايه ميه بس على الكميه بتاعتي علشان تغطيها. هياخدوا غلوتين مع بعض. مع تسويه البطاطس انا هرفع الكفته. طبعا بنظبط الملح بتاعنا على حسب. طبعا الكفته كويسه ملحها مظبوط، بس الصلصه والبطاطس محتاجين ملح. ظبطت الملح بتاع الصلصه والبطاطس، هسيبها على تسويه البطاطس واخرجها. مش حاطه بطاطس معاها، لما بتحطيش كميه صلصه كتير وبتسيبيها تتنشف كده مع الصلصه بتبقى طعمها لطيف جدا. تعملي بقى الرز بشعريه او رز ابيض، بس الكفته دي بتحب الرز بشعريه اكتر. عملنا بقى شويه رز بشعريه وشويه سلطه خضراء، وبجد وجبه مصريه اصيله حلوه قوي لا غنى عنها في اي بيت.